السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقه كيفاش تحولوا مذاق تاع الكاوكاو الى مذاق تاع اللوز، يعني بلا ما يفيقوا في الحلوى ديالكم، خصوصا يعني رانا في موسم الاعراس وماشي كاع الناس يعني يقدروا يشروا اللوز. كما نعرفوا باللي اللوز الثمن تاعو غالي. اذا انا اليوم جبت لكم طريقه بسيطه ويعني بمكونات موجوده يعني في كل منزل، وتقدروا يعني كامل ديروها وناجحه 100% ناجحه. كاين سر راح نقول لكم ينحي وش يخلي زعما ريحه الكاوكاو ما تبانش في الحلوى. كاين واحد السر، واحد العفسه يديروها ينحوها للكاوكاو، يعني باش ما تجيش الريحه تاعو هذيك القاصحه في الحلوى. اذا انا هنا واش عندي كيلو تاع كاوكاو مقشر، كيلو تاع كاوكاو كما تلاحظوا. هنا درت ملعقه كبيره تاع عطر اللوز، عطر تاع اللوز، كيلو كاوكاو مع ملعقه كبيره تاع عطر اللوز. واش درت معاها؟ درت معاها 2 ملاعق كبار تاع لافاني، الفانيليا. من الاحسن تشرو يعني تاع الميزان، خير ما تشرو هذيك الباطه الصغيره، باسكو تاع الميزان تجي فيها واحد الريحه هايله، ريحتها يعني قاصحه وتنحي لكم ريحه الكاوكاو. واش ندير تاني؟ عندي الماء كنت غليته من قبل كما كنت تلاحظوا، نزيدو على الكاوكاو ديالي، نعوموا عليه الماء كما راكم تلاحظوا، عومي عليه الماء ما تخافيش. من بعد تخليه زعما تخلي هذوك المكونات كامل يتغلغلوا، والكاوكاو ديالك كامل يشرب هذيك الفانيليا وعطر تاع اللوز. يعني خليه الماء حتى يبرد، كي تشوفي الماء برد كامل برد، واش ديري؟ نحيه. انا هنا الماء راه برد كما كتلاحظي، نحيه صفيه في الكسكاس، صفيه كامل يعني ما تخليش فيه الماء. ما تخافيش منه زعما تقولي يجيكم يتعجن ولا، ما تخافيش، تبعيني وراح تنشحي فيها باذن الله، وريحه الكاوكاو تتخلصوا منها نهائيا. انا هنا راني صفيته. بعد ما صفيته واش نديرلو؟ نديرلو 2 ملاعق كبار، عفوا 3 ملاعق كبار تاع عطر اللوز، 3 ملاعق كبار معمرين تاع عطر تاع اللوز. بهذه الطريقه، طريقه سهله وبسيطه، ويعني مكونات هذو موجوده في كل بيت، ووصفه يعني ناجحه. مع 3 ملاعق كبار تاع عطر اللوز زدت لها 2 ملاعق كبار تاع فانيليا، 2 ملاعق كبار تاع فانيليا. كما قلت لكم الفانيليا من الاحسن تشرو تاع الميزان، وتجيكم يعني كونتيتي لاباس بها 5000 تجيب لكم يعني كونتيتي ما شاء الله. نخلط كامل المكونات مع بعض كما راكم تلاحظوا. من بعد واش ديري؟ حكمي سنيوه تكون واسعه شويه، يعني تكون كبيره شويه، وفرشي كامل هذا الكاوكاو ديالك، فرشيه في السنيوه هكا يعني باش يجيكم مزربع. وهنايا وصلنا لنقطه مهمه، للسر اللي كنت حكيت عليه مقبل. وشنو هو السر؟ بصح هنا وشنو لازم يكون عندك الخاطر، يعني المراه لازم تكون تصبر شويه، باسكو تحكمي بالحبه وتقسميها على 2 وتنحي لها واحد الطفر هكا يجي في الكاوكاو. هذا هو الطفر اللي يمد هذاك الريحه القاصحه تاع الكاوكاو. هاوليك زوميتو لكم يعني باش يبان، حكموا يعني بالحبه ونحيوه. لازم يكون عندك الخاطر باش تحصلي على نتيجه هايله ومرضيه، وريحه الكاوكاو تتخلصي منها نهائيا، صدقوني يعني عن تجربه. انا حكمت بالحبه ونحيت له. هاوليك من بعد واش درت؟ خليته يبات ليله كامله، خليته يبات ليله كامله حتى ينشف من الماء ديالو. سينو الا درتيه في النهار خليه يعني ينشف على الشمس، في الشميسه زربعيه هكا وخطره على خطره حركي فيه في الشميسه، حركي كي تشوفيه ينشف من هذاك الماء. حمصيه شويه برك حتى ياخذ اللون الذهبي كما كتلاحظي، يعني ما تخليش حتى يتحرق. حمصيه شويه في الكوشه ومن بعد طحنيه عادي جدا كما راكي تلاحظي. انا هنايا راني حمصته ورحيته، اني نرحي فيه، رحيته رقيق بهذه الطريقه، يعني ماشي رقيق رقيق بودره. هاوليك يجيكم كيما اللوز تماما، يعني ما كانش فرق. ما من ريحه تاع الكاوكاو تتخلصوا منها، يعني حتى نتوما تنخلعوا في النتيجه، صدقوني النتيجه هايله. ديروه في البقلاوه، في الحلوى ديالكم،
والنتيجه راح ترضوا بها وراح تعجبكم. نتمنى يعني تجربوها وترجعوا لي خبر. وبهذا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم. نلتقي في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.